يا مساء الورد والفل والياسمين على عينكم الحلوين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم الصحة واحسن حال. اهلا وسهلا بيكم في حكايات سحر عمارة. نبدأ حكايتنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. يا ريت اللي اول مرة يشوفني او اول مرة يتابعني اشتراك للقناة ولايك وشير للفيديو واحلى تعليق على القصة من عندكم. مفيش تعليق على القصة، هنعلق بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. قصة النهاردة عن واحد بيقول: انا صنايعي على باب الله، حصلت لي حادثة، مأجر محل صغير شغال صنايعي ألموتيل. المهم طبعا أنا في واحد بس شغال معايا تحت إيدي، وإحنا الاتنين موقفين المحل على رجل. حصلت لي حادثة في يوم من الأيام قعدتني في البيت شهرين. طبعا في البيت شهرين المحل السايب في السايب، يا دوبك اللي بيجي على قد اللي هو الإيجار، على قد مصروف البيت، يعني هنقوله أقل النص بالنص عما كنت أنا شغال. طبعا أكلم الصنايعي يقول لي الدنيا واقفة، مفيش حد بيعمل، مفيش مش عارفة ايه. مش هقدر أقول له انت بتكذب او انت بتضحك او ان انت بتاخد شغل ليه، ما أنا قاعد في البيت والمهم ان هو بيجيب لي إيجار المحل وبيجيب لي حاجة تمشي البيت. في ظل ظروف المدارس اللي احنا داخلين عليها، يا دوبك كنت عامل جمعيات لولادي حق مصاريف المدرسة. دفعت القسط الأولاني من مصاريف المدرسة، وكنت أول مرة في حياتي إن أنا أقسط. الحادثة أثرت على دراعي وأثرت على إيدي. المفروض إن أنا أقعد شهر ونص في الجبس، وبعد كده الدكتور هيقرر أنا هعمل جبس تاني ولا هعمل علاج طبيعي، لأني عامل ومركب شرايح ومسامير. وفي الأول مش هقدر أشتغل تاني بإيدي كويس. المهم مراتي ابتدت تتضايق، داخلين على المدارس عايزين الولاد لبس، رغم ان احنا كنا كل سنة بنشتري لبس وشنط جديدة للولاد. اقول خلاص افرحهم، مرحلة ابتدائية يعني لو راحوا بالقديم مش هنقوله لا. المهم مراتي بتطلع الهدوم القديمة، الولد البنطلون قصر شوية بس شغال ان هو يروح بيه. قلت لها معلش استحملي الكام شهر الاولانيين دول لغاية يا عالم نص السنة ممكن اقدر اجيب حاجة جديدة، او السنة الجاية اجيب حاجة جديدة وخليهم يقضوا السنة دي بالحاجات دي. طب دي الشنط مقطعة، هي الولاد هتروح الشنطة. قلت لها يعني يا دوبك فتق صغير من الجنب تقدر تتخيط عند الراجل. بقت تسلط الولاد ازاي نروح بهدوم قديمة، ازاي نروح بشنط قديمة، احنا مش متعودين على كده. قلت لها لازم تعوديهم ان هم يستحملوا على الحلوة وعلى الوحشة. انت كده مش واقفة في ظهري، هو انا ما في ايدي حاجة اعملها وما عملتهاش؟ ده انا اول سنة ما اشتريش هدوم جديدة. خلاص معلش، طب أجليهم الشهر ده ومش لازم يروحوا الشهر ده للمدرسة، ونبتدي نوديهم من الشهر التاني. رغم ان ولادي بياخدوا دروس قلت لها خلاص خلينا في الدروس عشان ما تزيدش عننا مصاريف. هيبقى الولاد عايزين سندوتشات، هيبقى الولاد عايزين مصروف، هيبقى الولاد زي ما انت ما بتقولي متضايقين والشتا ياما بيداري، هيلبسوا الجاكيت مش هيبان لبسهم. استحملي بس الشهر ده. ابص الاقي مراتي اصحى من النوم الاقيها اخدت ولادي وراحت عند باباها بقالها 15 يوم من قبل ما المدارس تبتدي باسبوع. اقول لها يا ستي طب تعالي ارجعي ونشوف بعد كده هنعمل ايه، ما انت شايفه اللي جاي على قد اللي رايح. لا انا ولادي ما يروحوش اقل من حد، وفي حاجه اسمها نأجل المدرسه، في حاجه اسمها الولاد ما يروحوش. طب خلاص انت ست متعلمه، نخلي فلوس الدروس الشهرين دول نجيب بيهم اللبس، او عبال ما اتصرف. انت عارفة الدنيا كلها مزنقة وما فيش حد دلوقتي بيسلف حد. اصبر يا ستي، لا انا مش راجعة غير لما تجيب هدوم ولادي ولبس ولادي بتاع المدرسة. بقالها بتاع 20 يوم او 15 يوم قاعدة عند باباها ومش عارف اعمل ايه. كل ما اكلمها ما ترضاش ترد عليا وتقول لي خلاص طالما انت مش قادر على مصاريفنا ولا قادر تصرف علينا، انا قاعده عند ابويا ياكلنا ويشربنا ويجيب لاولادك لبس المدارس. في حاجه اسمها ولادي ما يروحوش المدرسه شهر؟ يعني ايه ولادي ياجلوا المدرسه شهر؟ هو ولادي اقل من حد ولا ولادي ناقصهم ايه عشان ما يروحوش مدرستهم؟ المهم انا زعلت جدا ومن نفسيتي وخلاص قررت ان انا اطلقها، لان هي مش مستحملاني وانا زعلان جدا، رغم ان انا بحبها جدا وعارف ان هي كمان بتحبني جدا. ينفع اللي هي عملته ده؟ بص انا مش هقدر اقولك اللي هي عملته صح ولا غلط، هو في جزء صح وجزء غلط، والله اعلم انت بتقول الحقيقة ولا لا. انا بتكلم بناء على كلامك.
كانت ممكن تقضي بالهدوم القديمة وتمشي حالها بيها لغاية ما ربنا يكرمكم وتجيب هدوم جديدة. لكن ان هي تمشي وتعمل اللي هي عملته ما يصحش، كانت لازم تبقى قاعدة في بيتها وتزعل في بيتها مش مشكلة. لكن ان انت كمان تقول لها اجلي الولاد المدارس شهر، هي في مدارس بتتأجل شهر؟ ازاي يعني ما يروحوش الولاد المدرسة ويتأجلوا شهر؟ ازاي كل اللي هيفوتهم ده هيروح؟ ازاي هتذاكرهم ازاي؟ اي نعم ممكن ما توديش الدروس وهي تقعد تذاكر مكانهم، بس دلوقتي في التعليم اللي احنا فيه بيبقى الدروس قصاد المدرسة بتبقى ماشية. ممكن هي تستحملك شهر وانت عبال ما تقف على رجليك وتعرف توزن نفسك تاني وتعرف تجيب فلوس لولادك. كنت قبل ما تدخل المدارس المفروض كنت انت اتصرفت، انت اللي هي مشت يمكن من الضغوطات اللي عليها ونفسيتها تعبت، مثلا ان ولادها مش هيروحوا المدرسة، ان ولادهم اقل من ناس تانية كتير. هي حست ان في فرق بينها وبين ناس كتير، او حست ان ولادها اقل من ناس كتير. انا مش قادرة احكم عليها عشان هي برضو عندها وجهة نظر، مش قادرة احكم عليها ولا اقول ان هي غلطانة، غير في حاجة واحدة، ان هي سابت البيت ومشيت. كانت لازم تبقى قاعدة معاك وتشوفوا حل للموضوع ده. وانت كمان غلطان، مش معنى ان هي راحت عند باباها يمكن متضايقة، يمكن عايزة تفك عن نفسها، يمكن سابتك عشان تعرف تتصرف او تعرف تجيب مصاريف الولاد، يمكن عشان هي هتفضل قاعدة في البيت انت مش هتتصرف مثلا ومش هتعتمد ان انت تجيب فلوس. هي عملت كده عشان خاطر تعرف تتصرف وترجعهم تاني البيت، ويمكن عايزة تشوف غلاوتها عندك قد ايه او غلاوة الولاد قد ايه. بمجرد المشكلة انت بتقول خلاص انا مش عايزها وعايزة اتطلق، معنى كده ان اسلوبك وطريقتك في الكتابة حتى بتاعت الرسالة ما تزعلش مني ان انت طبعك مش حلو خالص، وان انت قاسي عليها بزيادة من اللزوم. الله اعلم اللي انت بتقوله ده حقيقة ولا لا. هي كانت لازم تستحمل ان هي تودي العيال حتى اول اسبوعين لغاية ما تشوف انت هتعمل ايه. مش فارقة يعني ان البنطلون يبقى قصير سنة او ان هو يروح يخيط الشنطة ويروح بالشنطة القديمة، بس انا مش عارفة، حاسة ان في حاجة ناقصة في القصة، حاسة ان في حاجة في النص كده ضايعة منك مش قايلها. فالست مش غلطانة، المدارس ما بتتأجلش، ولا انت الظروف تقدر تستلف، تقدر تجيب تضغط على الصنايعي اللي عندك تنزل تقعد معاه. اقف انت في الجبس بس تقدر تقعد على الكرسي وتقدر تقول له توجهه يشتغل ازاي، زي ما انت ما بتقول ممكن يكون هو بياخد الشغل ليه او لحسابه. انزل محلك واقعد على الكرسي يكش ساعتين في اليوم تشوف الشغل وتبشره، وبعد كده ترجع بيتك عشان تقدر توقف شغلك او ترجع فلوسك زي ما كانت بتدخلك الدخل. انت بتقول النص بالنص وانت عارف ان الدخل كان بيدخل كتير، يبقى ازاي بيدخل النص بالنص؟ شوف مراتك وبنتك مراتك وولادك واستسمحها وخليها ترجع البيت. ما يصحش ان انت تقول مع اول دروب ده، هي المفروض ان هي اللي تقول عايزة تطلق، مش انت اللي تقول خلاص انا مش عايزها طالما مشت هطلقها. الله اعلم الست نفسيتها وحشة، الله اعلم في ايه ضاغط عليها تاني. زي ما انت ما بتقول الحياة وحشة والست كانت قاعدة. هي المدارس مش بتتأجل عامة. دي كانت حكايتنا وقصتنا النهاردة. اللي عملته مراته ده صح ولا غلط؟ بس قبل ما تحكموا على مراته انا حاسة ان في حاجة في القصة ناقصة، حاسة ان في طرف كده حاجة في النص ضايعة من القصة. دي كانت قصتنا وحكايتنا النهاردة. لايك وشير للفيديو، احلى تعليق على القصة من عندكم، والسلام عليكم.